كتخيلوا معايا فيلا في واحد من الأحياء الراقية في الجديدة. شنو ممكن الواحد يتوقع يلقى لداخل؟ يمكن أثاث واعر، شي بيسين، ولكن داكشي اللي لقاو الدرك الملكي هاد المرة كيفوت كاع التوقعات صراحة. المعلومات اللي وصلتنا اليوم جات من مصادر مطلعة، وكتهضر على واحد العملية اللي يعني عملية نوعية بزاف داروها الدرك الملكي في الجديدة. قدروا يفكوا واحد الورشة السرية اللي خطيرة بزاف. اليوم غادي نشوفوا تفاصيل هاد العملية ونحاولوا نفهموا شنو وقع بالضبط وشنو الأبعاد ديال هاد القضية. يلا نبداو نفكوا هادشي شوية بشوية. إذا القصة بدات بواحد المداهمة الفيلا زعما كتبان فخمة وعادية في مركز سيدي بوزيد، تما في مولاي عبد الله إقليم الجديدة. هاد المداهمة راه جات بناء على معلومات كانت دقيقة عند الدرك، والمفاجأة الكبيرة، المفارقة اللي كانت صادمة، هي أن هاد الفيلا اللي كتبان راقية تحولات لورشة، ورشة سرية كيقطروا فيها الماحية. وقبل ما نهضروا على شنو لقاو لداخل، خاص نوقفوا عند واحد النقطة مهمة بزاف. هاد المحيا راه مشروب كحولي تقليدي، ولكن في بعض الحالات كيصاوبوه بطرق غير قانونية. وغالبا هاد الطرق يكونوا فيها مواد سريعة الاشتعال، معدات ديال التسخين، يعني فيها خطورة. بالضبط. والخطر الأكبر في هاد الشي كامل هو أن هاد الفيلا اللي جات وسط حي سكني عامر بالناس ما كانش فيها حتى شي شرط من شروط السلامة اللازمة باش يتعاملوا مع هاد المواد الخطيرة. غير نتخيلوا كون وقعت شي حريقة تما، الكارثة اللي كانت ممكن تكون الله يسر. هادشي كيبين شحال ديال الخطر كان داير بالسكان ديال الحي. صحيح صحيح. الخطر هنا ماشي غير مخالفة للقانون وصافي، لا، هذا كان تهديد مباشر للسلامة ديال الحي كامل. وملي دخلوا عناصر الدرك لقاو الورشة خدامة، يعني بأقصى طاقة وفي مراحل متقدمة ديال الإنتاج. واللي يثير الانتباه هو الحجم ديال الكجهيزات اللي كانوا تما، والبنية التحتية ديال هاد الورشة السرية. زعما ما كانتش شي حاجة بسيطة ولا معدات بدائية، كانت متطورة بزاف، وكتبين باللي كانت نية باش ينتجوا كميات كبيرة بزاف من هاد المسكر، غالبا باش يوزعوه في السوق المحلية. هنا في الأمر كيولي بصح مثير للتساؤل، كيفاش قدروا يخبعوا عملية بحال هادي وبهذا الحجم؟ هذا هو السؤال المهم فعلا. الحجم ديال داكشي اللي تحجز كيعطينا فكرة واضحة على الضخامة ديال هاد النشاط الإجرامي اللي كان منظم. الأرقام كتهضر على راسها. لقاو حجزوا 9.2 جوري ديال الماحية واجدة للتوزيع، وزيد عليها 237 برميل ديال البلاستيك، كل واحد كيهز 30 لترو، وأيضا 84 كيلو ديال السكر، و29 حوض بلاستيكي كبير هادو كيستعملوهم في التخمير. وماشي غير هادشي، لقاو تاني 16 بوطة ديال الغاز و6 ديال لي كوكوتات كبار، يعني طناجر ضغط، و17 أنبوب باش يوصلوا السائل، شي نحاس شي بلاستيك، و23 قمع يعني دوازي. وأخيراً 500 برميل خاوي ديال 5 لترو، غالباً كانوا موجدينهم للتعليب، و6 ديال الأفران كبار بزاف. هاد الأرقام وهاد المعدات كاملة ما كتخليش مجال للشك، راه ما كنهضروش على إنتاج فردي ولا محدود. هاد الحجم كيشير لعملية اللي منظمة مزيان، يمكن بشبكة ديال التوزيع ولوجستيكية معقدة بزاف. أكيد أكيد. هذا الحجم الكبير ديال المعدات والمواد اللي تحجزات كيأكد أن الأمر كان مخطط ليه بعناية، وبشكل اللي نقدروا نقولوا احترافي تقريبا، ماشي شي نشاط عشوائي ديال شي أفراد وصافي. هادشي كيبين على تنظيم اللي الهدف ديالو كان هو ربح كبير من سوق اللي هو أصلا غير قانوني وخطير. وبطبيعة الحال من بعد هذا الاكتشاف المثير، المصالح ديال الدرك الملكي فتحوا تحقيق قضائي تحت الإشراف المباشر ديال النيابة العامة المختصة. الهدف دابا هو يفككوا هاد الشبكة كاملة ويعرفوا شكون هما كاع الناس اللي متورطين في هاد الشيء، سواء كانوا مسؤولين على الإنتاج ولا التوزيع ولا أي جانب آخر. وهادشي كيخلينا نفكروا في الأبعاد اللي كبر من هادشي. حنا دابا كنهضروا على شبكة إجرامية محتملة، كانت خدامة بواحد الفعالية، واحد الهدوء، وسط حي سكني عادي، مخبية مورا واجهة ديال فيلا فخمة. وحجم الإنتاج كيخلينا نعتقدوا أن الهدف ما كانش غير محلي، يمكن كانوا باغيين يوصلوا حتى لمناطق أخرى بعيدة. إذن الخلاصة هي اكتشاف اللي كان صادم الصح، ورشة سرية ضخمة ومجهزة بأحدى التقنيات باش يصنعوا الماحية، خدامة في الخفاء الداخل ديال فيلا فخمة وفي قلب حي سكني. وهذا الشيء كان كيشكل خطر كبير بزاف على الناس اللي ساكنين تما. فعلا. وهذا الاكتشاف اللي نقدروا نقولوا مذهل في الجديدة كيخلينا نطرحوا واحد السؤال: شنو ممكن نتعلموا من هذه القضية على الطبيعة ديال الأنشطة السرية والغير قانونية اللي ممكن تكون مخبية وسطنا؟
يعني في المجتمعات والأحياء اللي كتبان لنا عادية وهادئة. واش بصح كنعرفوا شنو واقع مورا البيبان المسدودة في المحيط ديالنا؟ هذه مسألة تستحق الواحد يفكر فيها مزيان.